يا عم ده احنا دافنينه سوا. الجملة دي احنا بنقولها بس هي ليها قصة حلوة قوي. كان في 2 صحاب عندهم حمار بيشغلوه ويكسبوا من وراه حلو قوي. مهم في يوم الحمار مات. الاتنين طبعا زعلوا وقعدوا يندبوا حظهم، يادي اليوم الاسود هناكل ونشرب منين. المهم جات لهم فكرة انهم يدفنوا الحمار بالليل والناس نايمة، ويعملوا حواليه مقام. والصبح قالوا للناس ان في شيخ صالح مات ودفنوه هنا. الناس ابتدت تيجي وتزور الشيخ وتديهم فلوس، والقشة بقت معدم معاهم وايه، وماشي الحال. المهم في واحد فيهم طمع حب ياخد كل الفلوس ليه. فصحى يوم الصبح قال لصاحبه: انت لازم تسيب المكان هنا وتمشي. قال له: ليه؟ قال له: انا حلمت امبارح ان في شيخ جالي في المنام لابس ابيض فابيض، وقال لي ان صاحبك لازم يمشي، والا احنا هنتفقر والنحس هيركبنا. فصاحبه قال له: يا راجل، طب مين الشيخ ده؟ قال له: الشيخ اللي احنا دافنينه هنا. فصاحبه ضحك وقال له: يا راجل، ده احنا دافنينه سوا.